لما بنتكلم عن الطيور، كل اللي بنفتكره عنها إنها طيور جميلة، ألوانها خلابة، أليفة، صديقة للإنسان، ممكن يستأنسها ويربيها. بس خلينا نكون عارفين، زي ما في طيور أليفة وودودة وممكن تتربى داخل البيوت وتكون قريبة من الإنسان، وفي بعض الطيور منها بيتعلم الكلام. كمان في طيور خطيرة وبتهاجم أي كائن حي، وفي بعض الحالات بتموت العدو اللي بيكون قصادها. أهلا بيكم، احنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي. ما تنسوش الاشتراك والشير واللايك، ويلا بينا في رحلة سريعة خفيفة عن أخطر أنواع الطيور في العالم. طائر الشبنم هو من الأفراد الوحيدة الباقية من فصيلة الشبنمية، وبيعيش في موائل موجودة على أجزاء من أستراليا وغينيا الجديدة. وتم تصنيف الشبنم على إنه أخطر أنواع الطيور على الإطلاق. من المعروف إن طائر الشبنم بيقتل البشر بضربات مائلة من قدميه، بيقوم بتجهيز أعمق أصابع قدمه وهو يشبه الخنجر، وبيهاجم من وقت لآخر، لكن الهجمات على البشر نادرة نسبيا. ومع ذلك قام بقتل أحد أعضاء مجموعة من الفتيان المراهقين اللي كانوا بيصطادوا طائر الشبنم. قفز عليه الطائر أثناء تواجده على الأرض وقطع وريده بأظافره الطويلة. أما طائر النعام، يعتبر النعام أكبر طائر في العالم، وبيعتمد النعام على رجليه القويتين، وبيكون له إصبعان في كل قدم، بالإضافة إلى إصبع القدم الرئيسي كحافر للهروب من أعدائه، وعلى رأسهم البشر والحيوانات آكلة اللحوم الأكبر حجماً. ولكن إذا تم محاصرتها، من الممكن أن تقوم بركلات خطيرة، ممكن أن تقتل أسد أو إنسان. وبيكونوا ذكور النعام عدوانيين للغاية خلال موسم التزاوج. طائر العقعق الأسترالي. بيعيش طائر العقعق في الأراضي العشبية والحقول والمتنزهات والحدائق اللي موجودة في معظم أنحاء أستراليا. بتكون الطيور دي عدوانية وبتشكل خطر كبير جدا، وخاصة خلال فترة تعشيشهم في فصل الربيع دفاعا عن منطقتهم، وبتتسمى الفترة دي موسم الانقضاض. بتقوم الطيور دي باستهداف أشخاص عشوائيين وحيوانات أليفة وحتى مفترسة، وبتكون النتيجة آلاف الإصابات كل عام. وفي عام 2021 قتل طفل في أستراليا بشكل مأساوي نتيجة انقضاض طائر العقعق عليه. البومة القرناء الكبيرة، واحدة من أكبر وأجمل أنواع البوم في العالم، وبتتغذى على القوارض والطيور الصغيرة. في العادة بتهاجم للدفاع عن صغارها أو أراضيها بمخالبها القوية، وغالباً ما يهرب الضحايا دون إصابات، وبتكون الإصابات الناجمة عن البومة القرناء نادرة للغاية. تعالوا نعرف طائر الإيمو. بيكون طائر الإيمو هو الناجي الوحيد من أشكال متعددة أبادها المستوطنون. بيمتلك بدن قوي وأرجل طويلة زي طائر الشبنم، ولو تم محاصرته بيركل بأقدامه زي طائر الشبنم والنعام، وبتكون مخالبه قادرة على نزع أحشاء الحيوانات في ظل الظروف المناسبة. ففي عام 2009 سجلت أكتر من 100 إصابة نتيجة هجمات طائر الإيمو. ونشوف كمان طائر البوم الثلجي، وهو من الطيور اللي بتستخدم مخالبها الحادة للدفاع عن أراضيها، وإذا كان الإنسان سبب في حدوث تهديد ليها فإنها تقوم بمهاجمته وبتستهدف الرأس والعينين. طائر التم الأخرس.
بيعتبر من أكبر الطيور المائية في أوروبا، وبيعيش في البرك والأنهار والأراضي الرطبة والبحيرات الداخلية، وهي طيور عدوانية للغاية، وبيكون هجومها على البشر عادة خلال فترة تعشيشها في فصل الربيع دفاعا عن منطقتها. بتضرب بأجنحتها القوية، وده بيكون سبب في حدوث إصابات خطيرة. طائر البتهوي هو الطائر الوحيد السام في العالم، وبيكون أحد أكثر الطيور فتكاً على وجه الأرض، فسمه بيصل إلى الجسم بلمسة بسيطة فقط منه، وممكن يكون قاتل. وبيعتبر طائر البتهوي اللي بيكون ريشه الأحمر والأسود اللامع من أكتر الطيور خطورة. بيعتقد أحد العلماء إن الطيور دي لا تنتج السم بنفسها، لكن بيدخل السم أجسامها بفضل الخنافس اللي بتتغذى عليها بشكل كبير في وجباتهم الغذائية. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة عن أخطر أنواع الطيور في العالم. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبها لي في التعليقات. دمتم بكل خير.